ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى اقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي الوالي. وقت كان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى باراباس. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أن نطلق، باراباس أم يسوع أم يسوع؟ لأنه علم أنهم أسلم يسوع حسدا، لكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع على أن يطلقوا باراباس ويهلكوا يسوع. فأجاب الوالي وقال لهم: من الاثنين تريدون أن نطلق؟ باراباس باراباس باراباس. وماذا أفعل بالذي يدعى المسيح؟ خذوا إلى الصليب، خذوا إلى الصليب، خذوا إلى الصليب، خذوا إلى الصليب. أي شر عميق، أي شر عميق، لا أجد علة في ذا الإنسان، ذا الإنسان. لا أجد أي خطأ أو علة في ذا الإنسان، ذا الإنسان. لا أجد أي خطأ أو علة في ذا الإنسان، ذا الإنسان. خذوا إلى الصليب، خذوا إلى الصليب، خذوا إلى الصليب. خذوا إلى الصليب. فلما رأى بيلاطس أنه لا ينفع شيئا بل بالحري يحدث شغبا، أخذ ماء وغسل يديه قدام الجمع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجابوا جميع الشعب وقالوا له: دمه علينا وعلى أولادنا، دمه علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم بيلاطس باراباس، أما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب.